لو بتفكر تجيب كلب تاني الكلام ده يهمك. وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. إذا كنت تملك أكثر من كلب واحد إذا واجهت بالتأكيد أحد الكلاب يعلم شيء للكلب الآخر، سواء كان ذلك الشيء هو عادة سيئة أو جيدة. الكلاب ترشد بعضها البعض. ما هو التعلم الاجتماعي؟ التعلم الاجتماعي هو القدرة على تعلم عادة أو أمر من خلال السياق الاجتماعي. هذا يعني أنك يمكنك التعلم من خلال المراقبة والملاحظة بدلا من الإجبار المباشر أو الأوامر، ويرى البعض أن هذا ينطبق أيضا على الكلاب. أمثلة من التعلم الاجتماعي: إذا كنت تعيش في منزل كبير بسلالم وكلبتك أنجبت، الجراء غالبا ما تعاني من صعوبة الصعود إلى أعلى وأسفل الدرج، ومع ذلك من خلال مشاهدة الأم تذهب صعودا وهبوطا يتعلمون بسهولة القيام بذلك. إذا كان لديك كلب وأدخلت جرو جديد إلى العائلة، ستلاحظ أنه إذا كان الجرو يفعل شيء ممنوع في المنزل، فإن الكلب الأكبر سنا سيتفاعل لتعليم الجرو الجديد أن هذا السلوك غير مقبول. العادات السيئة يمكن أيضا تعلمها عن طريق التعلم الاجتماعي. كلب مفرط النشاط يمكن أن يثير نشاط كلب آخر. التعلم الاجتماعي قد يكون مفيدا حقا عندما يكون كلبك مدرب إلى حد كبير ومنضبط، وبالتالي غالبا ما ينصح إذا أردت الحصول على كلب آخر أن تتأكد أن كلبك يعرف كل قواعد البيت عن ظهر قلب قبل الحصول على واحد جديد. اختصار الكلام اللي فوق ده: لو بتفكر تجيب كلب تاني مع كلبك لازم الأول تكون مربي كلبك كويس ومدربه كويس، وده هيسهل لك كتير تدريب الكلب الجديد، ولو كان مش متدرب كويس هيصعب قوي عليك تدريب الكلب الجديد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.